شاء الله عليك، ما شاء الله، متألق. فعلتها نعم، وفعلت فعلتك التي فعلت، لكنك كنت من المؤمنين إن شاء الله. يا بني، تعرفون طبعا صلاح الدين رمال العام الماضي كان يتحدى بقراءة الآية والآية التي قبلها والآية التي قبلها، وليس من السهولة بمكان أن تقرأ الآية التي قبلها. حتى سورة الفاتحة لو نقول لك أنعمت عليهم، هات اللي قبلها، يصعب عليك إلا بعدين تأتي بها. الآن يا سيدي قالوا بأن صلاح الدين رمال قد نمى موهبته ويعرف نهاية كل آية، أليس كذلك؟ نعطيك الآية وتقول لي نهايتها واللي بعدها واللي بعدها. يلا مثلا وحرمنا عليه المراضع، آخرها إيش؟ ناصحون. ممتاز. فرددناه، آخرها لا يعلمون. ولما بلغ المحسنين. ما شاء. ودخل المدينة مبين. أحسنت ما شاء الله. قال ربي إني ظلمت. رحيم. أي فعلا. قال ربي بما المجرمين. فأصبح مبين. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. يعني تعطيه الآية رأس الآية ما شاء الله. يعني لربما نسأله سؤالا صعبا في الآيات الطويلة غير القصيرة. أسألك سؤالا آخر يا صلاح الدين، ولكن ركز في الإجابة. أتم للآية من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، بما تنتهي؟ تحشرون. جيد. واتقوا فتنة. العقاب. واذكروا إذا أنتم قليل. تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. هم تعلمون. ما شاء الله ما شاء الله، رائع. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. قدير. التي بعدها والله أخرجكم من بطون لا أعطيني النهاية. التي بعدها إن الله على كل شيء قدير. ايه معليش. التي بعد تشكرون. التي بعدها ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو. لا النهاية يؤمنون. صحيح. والله جعل لكم إلى حين. والله جعل لكم الأخرى تسلمون. فإن تولوا البلاغ المبين. يعرفون الكافرون. ويوم نبعث يستعتبون. الله أكبر. تصفيق على صلاح الدين. ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر ما شاء الله. صلاح الدين لم تنسى مواهبك اللي جئتنا بها العام الماضي، ما زالت عندك. أسألك سؤالا وتأتيني بالآية التي قبلها. تستطيع؟ تتحدى؟ يلا بسم الله. ائتني بالآية التي تسبق قول الله عز وجل: ويسبح الرعد بحمده. ما التي قبلها؟ هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. والتي قبلها؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه. والتي قبلها؟ سواء منكم من أسر القول ومن والتي جهر به. قبلها؟ عالم الغيب والشهادة. جيد. والتي قبلها؟ الله يعلم ما تحمل. ما شاء الله، إجاباته كلها صحيحة. ما شاء الله عليك يا صلاح الدين، ما شاء الله. صلاح الدين الآن سنختبرك في شيء آخر. نعطيك الآية تقول لي وش من سورة، وتقول لي وش من جزء، وتقول لي في المصحف هل هي في اليمين أم في الشمال، في الرأس، في الوسط، في الخلف. متأكد؟ طيب نأخذ لك مثلا في سورة مريم عليه السلام، أو في سورة طه. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا. الصفحة الأيسر. الجهة اليسرى. نعم. الجهة اليسرى. أحسنت. طيب أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا. سورة الأنبياء. رقم الجزء 17. الجهة اليسرى. ما شاء الله. فوق أسفل تحت فين؟ وسط. ممتاز. ها هي الوسط. ما شاء الله. الله أكبر ما شاء الله. طيب الآن مع سورة أخرى ما شاء الله على هذا التحدي. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم
إن الإنسان لكفور. سورة الحج. ما شاء الله. الجزء 17. أحسنت. الصفحة يمين شمال؟ الصفحة شمال. شمال. في أي مكان؟ فوق أسفل تحت؟ وسط. أحسنت. ها هي. ما شاء الله. ما شاء الله عليك. الله أكبر. تصفيق عليه يا سيدي. ما شاء الله. بارك الله فيك يا صلاح الدين. إن شاء الله ما زلت تقرأ بالفرنسية ولا ما بقاش؟ هل عندك تطوير للفرنسية؟ بالإنجليزية. إيش؟ الترجمة الحرفية لسورة الرحمن باللغة الإنجليزية. يلا اقرأ لنا مقطعا من سورة الرحمن. In the name of Allah, most gracious, most merciful, the beneficent. Through the Quran, He created man, taught him speech. Ar-Rahman, the beneficent. علم القرآن. Through the Quran. خلق الإنسان. He created man. علمه البيان. Taught him speech. الشمس والقمر بحسبان. Sun and the moon run with precision. والنجم والشجر يسجدان. The stars and the trees prostrate. والسماء رفعها ووضع الميزان. And the heaven he raised it up high and set the balance. ألا تطغوا في الميزان. Do not transgress in the balance. أحسنت أحسنت أحسنت. ما شاء الله. بالمناسبة حتى لا تظنوا أن المتوحدين فقط هم الذين يمتلكون القدرات العالية. ها هو صلاح الدين رمال ليس متوحدا، لكنه موحد لله عز وجل ويملك قدرات عجيبة وكبيرة جدا. أسأل الله تعالى أن يحفظه من كل عين وهامة. وما زال في الصغر. نحن ندرس أبناءنا القرآن الكريم في سن مبكرة لينشأوا على تعاليم الإسلام وهم صغار، ليحيوا كبارا بإذن الله عز وجل وقد تشربوا تعاليم الإسلام. بارك الله فيك وفي أبيك وفي أمك.